صورت يا محمد؟ ايوه. بدأت تصوير؟ ايوه. طيب نبدأ أول حاجة بسم الله بالدل الاس 27 22 دي زد 2K 75 هرتز 4 مللي كاميرا وسماعات بانل اي بي اس اس ار جي بي 99% تايب سي ديسبلاي اتش دي ام اي. بص بقى، فتحت الكاميرا فيها حاجة كويسة قوي. لما باجي افتح الكاميرا تروح عاملة كده ايه انحناء بسيط كده عليك يعني كده اهو، بالاضاءة فيها ليد بسيط خالص. هفتح الكاميرا، انا طبعا منزل برنامج مايكام عشان اجرب الكاميرا. البرنامج برضو كويس ان هو فيه كونتراست وبرايتنس وفيه ايه تاني، وفيه ستريتشن وفيه اوكي ماشي. انا كده شغال على فول اتش دي على 1080. طيب انا مشغل الكاميرا بايه؟ انا مشغل الكاميرا من الجهاز بالتايب سي فقط لا غير. يعني انا مشغل تايب سي للناس اللي معاها الماك، انا مشغل كابل التايب سي فقط لا غير، مشغل لي الصوت، مشغل لي الكاميرا، مشغل لي كل المخارج. تمام كده؟ هعمل شات، مش محتاج ان انا اركب اي حاجه. بالنسبه للي معاه ماك، بالنسبه للي معاه لابتوب عليه مخرج تايب سي، هوصل في الشاشه تايب سي فقط لا غير. الشاشه كده كده 2K 75 هرتز 4 مللي، فيها ديسبلاي و اتش دي وتايب سي ويو اس بي 3. بمجرد ما بوصل كابل التايب سي شغال معايا كل حاجه، كاميرا، سماعات، مخارج يو اس بي، بركب كيبورد، بركب ماوس، ما عنديش ادنى مشكله. الكاميرا بتصور صور 2K، بتصور فيديو فول اتش دي. انا كده مشغل على 1920 على 1080 على 30 اف بي اس. حلو كده؟ كنت اتمنى ان هي تصور كمان فيديو 2K مش 1080. طيب الشاشه دي عامله كام يا عم محمد؟ اول واحده احنا ما قلناش اي حاجه لسه، انت صورتني على طول وخدتني في الفيديو. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده ان شاء الله 5/10/2023. الشغل اللي جه شغل كتير ما بين 24 و 27. 24 جت موديلات كتير، ولكن للاسف بتيجي قطعه. اللي عاوز 24 2K جت قطعه اللينوفو تايب سي ديسبلاي سماعات، دي عامله 3250 يا محمد. ايوه. 24 بوصه اصدار 2021 دي سي اي بي 3. الشاشه دي عاليه جدا، عاليه. نقول نكتب مواصفاتها عشان بس ما نطولش في الفيديو، لان الفيديو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الله اكبر، في شويه شغل حلوين. يعني في شويه شغل 2022 2023 كاميرا وسماعات 75 هرتز 4 مللي ايديت وجرافيك وشغل كده. طيب الموديلات انا بصور، وبعد ما بصور بنزل كل موديل بالسعر بتاعه، عشان في ناس بتروح متصله مثلا انا اصور هنا يتصل بفرع شبرا، ممكن يديله سعر تاني هو ما يعرفش، او ممكن انا عامل عرض فهو مثلا يقول له سعر قديم. تحت الفيديو انا بكتب السعر النهائي، حتى لو كتبت الاسعار تاني يوم في حاجات بتتسعر، في حاجات اللهم لك الحمد احنا كل يوم بيجي شغل، في حاجات بعرضها، في حاجات ما بعرضهاش، بتكون قليله، بتكون حاجات يعني ايه ما تستحقش ان انا اعمل بيها فيديو مخصوص او متكرره، فخلاص انا عامل فيديو. فكل يوم بيجي شغل فبنبدا نتست، في شغل جديد بيتسعر، في شغل من الشغل القديم اسعاره مثلا معروفه، فانا بكتب لك كل موديل. هكتب لك النهارده ال 24 عشان في شغل 24 كويس، ال 24 وال 27 2K فقط لا غير، لان عندي 2K كتير وعندي 24 كتير، فمش هينفع بقى الخبط واخلي لك الفيديو كله الناس بتتوه يعني. ومش هصور ال 24، هصور لك ال 27 بحوالي 5 6 7 8 موديلات. طيب نبدا اول حاجه بسم الله. الشاشه اللي احنا صورناها دي اللي هي كاميرا وسماعات، الموديل اسمه اس 27 22 دي زد. تمام كده؟ دي عامله 7. حلو. الحاجات اللي انا مش هقول سعرها والله لسه ما استعرضتش. طيب افتكر برضو ان انا النهارده 5/10/2023 عامل لك عرض شاشات 27 بوصه اي بي اس 2K فريمليس ب 2500 جنيه، اللي هي اتش بي زد 27 ان الجي 1 الفرز الثاني، اللي بنسميه اتقل فرز. يعني ايه اتقل فرز؟ عشان الناس عماله تقول لي صور وابعت لي صور وابعت لي، انا مش هينفع اصور. يعني هو يفضل ان انا بصور لك فيديو الناس كله تشوف، ما عنديش مشكله. ايه هو اتقل فرز؟ هوريك اول حاجه الشاشه الزد 27 ان الجي 2 اتقل فرز بنقول عليه. يعني ايه اتقل فرز؟ طب هيكون فيها ايه؟ ممكن تقرب على اسم محمد؟ تمام. ادي بصمه،
الفيديو عندك باين فيه البصمه ولا لا؟ في الفيديو باين البصمه؟ باين البصمة. طيب انا هبص باين بصمات زرقاء يا اخوان، اهي باين. اهي. وهنا برضه. ده اللي بنقول عليه اتقل فرز مثلا، يعني حاجه زي كده. فين يا محمد؟ اي الشاشة اللي فوق دي ولا دي؟ الشاشة اللي دي. دي 24. ال 24 انا بتكلم في ال 27. تمام. يعني ده ال 24 دول مش للبيع، دول مش معروضين للبيع، تمام؟ دول الفرز عاملين بتاعك. عرض. الفرز هو اللي بنتكلم عنه. فرز زي كده، قرب كده من دي. دي خبطه فين؟ دي خبطه في الشاشه اللي بره، مش في الازازه نفسها، لا في الفريم اللي بره. عامل الزد 27 ان اللي هي هنقول عليها ورك ستيشن اهي. الشاشه دي، الشاشه دي 27 بوصه اي بي اس 2 كي، كل المخارج اس ار جي بي 99%. عندي منها من اول 3300 لغايه 2500. 2500 اللي هو ايه؟ اللي هو الفرز اللي بنقول عليه ده بنسميه اتقل فرز. البصمات في حاجات خفيفه جدا لا تذكر، 3300 3000 حسب السكريتشات اللي فيه. يبقى اول واحده يا عم محمد العرض اللي هو ب 2500. تمام. اتش بي زد 27 ان جي 1 من كي. اول 3300 بالقعده والكابلات، قاعده متحركه والكابلات لغايه 2500. افتكر ان ده عرض، والله انا بحلف بالله مش هحلف كذب. انا شفتها بتتباع فرز تاني لغايه 3750. فرز تاني ومبعوتالي وشو 3750. انا ببيع لغايه 2.5. تمام؟ حاجه تانيه، انا عايزك اقول لك موديل، اسال على الاسعار قبل ما تجيب. ما تقوليش في عندك مثلا موديل فلاني غالي، قول لي الموديلات كتيره جدا. انا بقول موديلات كتيره جدا والفرز ومش الفرز وهكذا. اسال على الموديل اللي بيجيني سواء في مول كوين، في مول في محل شبرا، في مول السخاوي، بتيجي بتعدي على 5 مولات جنب مني. اسال على الموديل بالسعر، مش اي حاجه 27 2 كي، لان عندي من اول 2.5 لغايه 7000 جنيه، ففي فرق كبير قوي في الاصدار، في المخارج، في كل حاجه. تمام؟ طيب نعرض يا محمد بعد كده من اول الزد 27 ان الجي 1، وعندي الجوجل نفس المواصفات ولكن فيها مخرج تايب سي، صح كده؟ تمام. بنفس الاسعار. فرز اول جوجل 3600 فرز اول بالقعده والكابلات، 27 بوصه اي بي اس 2 كي. طيب نيجي للينوفو الداش 10. الداش 10 في منها فرز اول وفي منها فرز تاني بالقعده دي. قعده لينوفو اصليه متحركه، مش القعده بتاعه الموديل اللي هي فيها مكان للموبايل. الفرز الاول 4250، الفرز الثاني عندي لغايه 3250. في 1000 جنيه فرق في الفرز، في 1000 جنيه فرق في الفرز. لينوفو بي 27 اتش داش 10 2 كي 60 اب تو 75. دي 60 اب تو 75، ال 75 فعل كل اللي جاي. تمام؟ ديسبلاي تايب سي اتش دي ام اي بالقعده والكابلات. الكابلات اللي هي باور واتش دي ام اي، ما عنديش للاسف حاجات ديسبلاي. طيب عندك داش 20؟ لا للاسف ما عنديش داش 20. نيجي بعديها، سيب الدلات دول في الاخر. احدث حاجه اللي هم 2022 وكاميرا وسماعات و75 والقصه دي. اتش بي زد 27 ان الجي 2 ال 75 فعلي، تايب سي، ديسبلاي اتش دي ام اي، نفس البانل اللي في اللينوفو، نفس المواصفات اللي في اللينوفو، ولكن دي اتش بي ودي لينوفو. ادي كل الفرق. نفس الاس ار جي بي، نفس الريزوليشن، نفس كل حاجه. دي 75 هرتز، دي 60 او 275. 4250 في القعده دي، او باي قعده 4 مسمار متحركه. للاسف دايما بقول بقالي شهور، للاسف الزد ال 4 كي وال 2 كي وال 24 للاسف كله جاي بدون كابلات الاصليه. اتش بي زد 27 ان جي 2 75 هرتز فرز اول قعده بالقعده كان المره اللي فاتت من غير كابلات، عفوا بالكابلات، بالقعده والكابلات 4250 بالقعده اللي هي 4 مسمار متحركه. ايه تاني يا محمد؟ خش على الشغل الجديد. لسه عندك شغل قديم، لسه عندك موديلات اقدم. خلي الجديد ده اخر حاجه. ديل الترا شارب يو 27 15 اتش سي، نفس المواصفات، 2 كي اي بي اس فريمليس 27 9 ار جي بي 99%، بس ما فيهاش تايب سي. فرز اول 3750، في فرق 500 جنيه ما بين الموديلات دي.
3750 فرز اول بالقعده والكابلات. طب فرز تاني 3250. فرز تاني مثلا خفيف 3250. ده انا كده بتكلم في ال 2K، مش هخش في الفول اتش دي خالص يا محمد دلوقتي. طيب دي اللي الترا شارب، دي تقريبا قطعه او قطعتين بالكتير اللي موجودين في كل الشركه كلها. يو 27 17 دي الاصدار هو الاحدث، برضو دي اللي الترا شارب 2K 27 اي بي اس فريمليس 60 اب تو 75 اس ار جي بي 99%، ما فيهاش تايب سي. اتش دي 2 ديسبلاي 1 ميني ديسبلاي. فرز اول بكام يا محمد؟ اللي بيسعر هو اللي قاعد ما تصور معايا اللي بيسعر. انهي واحده؟ الالترا شارب دي احنا مش عارف قلنا 4 ونص ولا 4 250 تقريبا. الالترا شارب دي كانت 4 ونص دي 2K 4 ونص. الفرز الاول بالقعده والكابلات اللي هي يو 27 17 دي. تمام كده؟ طيب نيجي لل 75 فعلي. احنا صورنا ام كاميرا وسماعات، وفي منها موديلين تاني، موديلين فقط لا غير تاني. يعني ام كاميرا وسماعات في منها حوالي 4 أو 5 قطع. عندك حاجات من غير كاميرا وسماعات. بص بقى اس 27 22 كيو سي دي 4K يا استاذ. دي 4K دي عامله 8. اس 27 22 كيو سي دي 4K 10 بت. كل ال 2K اللي انا اتكلمت عليه 8 بت. تمام كده؟ ما اتكلمتش على حاجه 2K لحد دلوقتي 10 بت. 4K 10 بت دي عامله 8. تمام؟ طيب اللي بعديها كاميرا وسماعات خلاص. دي 75 4 مللي قرب عليا 2023 فبراير 2022 انتاج. اس 27 23 دي اس 2 اتش دي ام اي 1 ديسبلاي 75 اي بي اس 2K فريمليس اس ار جي بي 99% 8 بت. دي كام يا استاذ؟ دي كام؟ دي البي 4 بي 27. لا دي الاس مش البي. الاس 2K دي انا مش عارف سعرها، هخلي سعرها في الفيديو لان هو اللي بيسعر اهو. عايزك تصوره لي عشان كله ماشي. ما تصوروش، عايز اتصور. الشركه عندي يا اخوانا والله كلها حافظه بس ما بيحبوش يتصور. طيب هقول سعر دي، هم دي كلها اللي موجود منها قطعتين، هتعمل ما بين 5 ونص 6 بالكتير قوي. تمام كده؟ الكاميرا وسماعات دي قلت وادينا بقول تاني دي عامله 7. كاميرا وسماعات دي 75 هرتز 4 مللي تايب سي ديسبلاي اتش دي ام اي. دي ما فيهاش تايب سي. فكرني يا محمد بايه الموديلات التانية؟ دي لا دي متباعه صح؟ دي متباعة. دي متباعه، دي ما فيهاش خلاص. دي اخر قطعه من الموديل اللي هو السي، كاميرا وسماعات. قول يا استاذ، اقول ايه تاني؟ عايزين نقول ايه تاني؟ فين ال 2K؟ عرضنا كده ال 2K الجي 1 الجي 2 اللينوفو الجوجل الشغل الجديد الاس والاس زد. بس تقريبا كده خلاص. ال 165 وقطعة واحدة. 165 هي قطعه واحده. 165 هرتز اي بي اس فريمليس اس ار جي بي 99 1 مللي او تقريبا دي اس ار جي بي مش 99، دي اللي هي اس ار جي بي 144 تقريبا. المهم دي 165 هرتز اي بي اس فريمليس 1 مللي صوت استجابه. دي اللي كانت عامله كام؟ 6 ونص. ايوه فول اتش طيب دي. ديسبلاي و2 اتش دي ام اي. الفرز الاول بالقعده والكابلات 6 ونص. ودي مش موجود منها كتير، دي قطعه، دي قطعه واحده صح كده؟ صح. عشان اللي هيشوف الفيديو فيما بعد. طيب في موديلات تانية، في موديلات ما زلت لسه بنخرج فيها، بس زي ما بقول بتطلع قطعه واحده، فمش برضه اعرضها عشان تبقى الناس طالباها. زي ايه؟ زي عندي الشاشه اللي هي اختنا اللي بتقلد برو ارت فرز تاني، يعني الفيو سونيك تقليد البرو ارت الاس ار جي بي 100% و10 بت وعملت عنها كذا فيديو. للاسف دي القطعه اللي عندي، وقطعه فرز تاني عامله 3 ونص. ايه الموديل؟ دي تقريبا اسمها في اكس، اسمها يا محمد في بي، قرب يا محمد معلش، في بي 27 56 داش 2K اللي هي اس ار جي بي 100% تايب سي ديسبلاي سماعات بتقلد برو ارت. كنت عامل عنها فيديو عشان والله المواصفات ما شاء الله كتير، مش فاكر بالظبط مواصفاتها. هي كانت اس ار جي بي 100%، ادوبي تقريبا 99%، 10 بت عمق الوان وهكذا. برضو اللي محتاجها هبلغه عليها. طيب احنا التليفونات شغاله، واهم حاجه الرقم الارضي، التليفونات شغاله من الساعه 1 الظهر للساعه 11 بالليل.
اتاكد من الموديل من الرقم الارضي، لان احنا ما شاء الله 13 واحد في الشركه، في ناس ممكن تتصل باربعه خمسه في الشركه عشان موديل، وممكن واحد ما يعرفش ان الموديل ده خلص يقول له موجود، فبتحصل لخبطه. رجاء اتصل على الرقم الارضي، هو الرئيسي بتاع المخزن وكل الفروع الاكيد هنا، لان هنا بيتم التسعير، الشاشات اللي جات الموديلات بنكتبها وهكذا. تمام كده؟ 022 453 4298. مواعيد الشغل من الساعه 1 الظهر الاساسي، يعني ممكن يجي قبل الساعه 1، بس انا بقول عشان في ناس بتجينا من سفر بدري جدا، من الساعه 1 الظهر للساعه 11 بالليل. شحن الفريمليس انا وقفته، اللي عاوز يشحن فريمليس انا بخاف على الفريمليس من الكسر، وفي الاخر الزبون ما بيشيلش حاجه، انا بخاف على الفريمليس من الكسر. عندك شركه ارامكس، العميل بيتصل بيها، بتيجي تستلم مني الشاشه توديها له لحد البيت، مكلفه من 250 350 حسب المحافظه، بس دي افضل طريقه للي مش عارف يجي. لكن للاسف انا موقف شحن الفريمليس، اللي عاوز يشحن فريمليس احنا بنأمن كويس جدا، وبنعمل بنغلف الحاجه بما يرضي الله، وبصورها فيديو بالسيريال نمبر بس على مسؤوليته، مع عربيه او مع سوبر جيت، عشان لا قدر الله انا بقالي سنين بشحن، بس في زبون يقول لك لا لو اتكسرت انا ماليش دعوه مش هشيلها ما تلزمنيش. لو في زبون ممكن يقول لك ايه، لا ده انا كنت فاكر القعده الجديده زيرو. فموضوع الشحن يعني اتكلمت فيه كذا مره. خلاص الفيديو كام يا محمد؟ 4K نخليها في فيديو تاني. ماشي. موضوع الديد بيكسل ده والنبي. موضوع الديد بيكسل، الشاشات الجديده دي، ويمكن في شويه كلام كتير على الفيسبوك ان الشاشات الجديده دلوقتي الديد بيكسل، اللي قالت لك ولا واحده ولا اتنين، ده بالنسبه لها فرز. بالنسبه للشركات الجديده البليدنج بقى ينزل النهارده بليدنج في كل الشاشات الجديده، مش عايز اقول لك كل عشان ما بقاش بقول كلمه تحاسب عليها، مش كل الشاشات، 90% من الشاشات الجديده النهارده بقى عادي بينزل فيها بليدنج، والناس متقبله الموضوع وشغاله، وناس يوتيوبر عامله كذا فيديو عن الكلام دون، في بليدنج خفيف، هو اللي مش عادي يبقى بليدنج زياده قوي. يعني في ناس بتجي، والله في ناس يوتيوبر مش عايز احط اللينكات واقول لك اهو مصور وهو عامل، البليدنج بقى يعني حاجه شبه عاديه دلوقتي في الشاشات الجديده كلها. فمعظم الشاشات الجديده عشان هي بتبقى ليد في اضاءه في الجناب، بيبقى في بليدنج في اللون الاسود شويه، تمام. لكن اللي هو مش مقبول الزياده قوي، لو هو بليدنج زياده قوي ده تستبدل او ترجع. الديد بيكسل في ناس انا عن نفسي اللي قلت زمان وكنت بعلم الناس ايه هو الديد بيكسل، بس هو الديد بيكسل النهارده حتى الشركات الجديده بتقول لك ديد بيكسل 1 أو 2، بالنسبه لي مش فرز، بالنسبه لي ده حاجه نورمال خالص، برجع ولا استبدل لو هي فيها 3 أو اكتر من 3. تمام كده. انا مش بقول كده عشان خاطر اقول للناس لو فيها ديد بيكسل عادي، بس انا اقصد يعني ان الموضوع مش كبير قوي. يعني في ناس بتيجي ممكن ديد بيكسلايه واحده يخاف منها، طب ما هو الجديد النهارده معظمه فيه بليدنج وفيه ديد بيكسل، وعادي جدا بالنسبه للشركات الجديده اللي بتديك ضمان 14 يوم. انا بدي النهارده الضمان بقالي سنه واكتر، بدي ضمان 3 شهور تيست استبدال، وسنه على البورده لو الشاشه فيها حاجه ظهرت ديد بيكسلايه والله انا بدل عادي مفيش مشكله يعني. بس انا بقول يعني هو عموما عشان الناس ما تبقاش خايفه وقلقانه لو في ديد بيكسل، لو في بليدنج خفيف تبقى الناس فاكره ان دي شاشه بايظه او فيها مشكله، لا ده بالنسبه حتى للشركات الجديده حاجه عاديه جدا. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. بعد الفيديو هكتب لكم ال 24 موديل بسعر، ال 27 موديل بسعر. طيب عشان في حاجات موجوده قليله وفي حاجات بتتباع بسرعه 4K و2K وكاميرا وسماعات، رجاء كلمني، كلم استاذ محمد، بيبقى في 5 في الشركه هنا الصبح من الساعه 1، الموديل الفلاني اللي مكتوب اهو موجود ولا خلص، بس كده تمام. اتمنى اكون ان شاء الله طولت عليكم، واشوفكم باذن الرحمن في فيديو جديد بعرض جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.